ليه في ناس بتختفي فجأة مرة واحدة من غير إنذار ومن غير تفسير؟ أوقات كتير بنقابل ناس كتير بيكونوا موجودين، بنتكلم، بنحكي لهم تفاصيل كتير، بنبعت لبعض على طول رسايل، بنحكي لبعض عن مشاكلنا، وبيكون في تواصل شبه يومي، ومرة واحدة بنلاقي الشخص ده يا إما رسايله بتقل بالتدريج أو اختفى مرة واحدة من غير ما يقول إيه السبب، أو من غير ما يقول أنا مثلا محتاج مثلا دلوقتي استراحة أو بريك، وبعد كده هنرجع نتكلم تاني. لا، الشخص ده بيختفي فجأة ومرة واحدة ومن غير أي تفسير. الاختفاء المفاجئ أو الجوستنج هو ظاهرة معروفة جدا في العلاقات، وبتتكرر كتير. وعشان كده هنحاول النهاردة إن احنا نفهم مع بعض ليه في ناس بتختفي مرة واحدة أو فجأة. أول حاجة الهروب من المواجهة. في ناس كتير بتخاف أو بتكون مش مرتاحة لما بتقول للطرف التاني حاجة مؤلمة، أو مثلا لما تكون عايزة تنهي العلاقة دي، بتكون خايفة لا تأذيه أو إن هي تضر مشاعره. فعشان كده بيقرروا إن هم يتجنبوا المواقف وإن هم يختفوا من غير ما يفكروا طبعا في الأثر السلبي التاني على الشخص ده، إن هو طبعا طول الوقت هيفكر الشخص ده اختفى ليه، ما قاليش ليه أسبابه، طب أنا عملت حاجة غلط، إيه هو السبب بالظبط إن هو اختفى مرة واحدة. تاني حاجة النمط التجنبي. في نظرية معروفة جدا في علم النفس اسمها نظرية التعلق، والنظرية التعلق بتتكلم عن أنماط كتير للشخصية، ونمط معروف منهم اسمه النمط التجنبي. وده بيتكلم عن نوع معين من الناس اللي بيكون العلاقات القوية أو القريبة جدا بالنسبة لهم مرهقة، وما بيقدروش ان هم يتعاملوا مع العلاقات دي بشكل قوي او بشكل طبيعي. فكل ما العلاقات بتكون أقوى، كل ما بتقرب للشخص ده، كل ما هو بيكون مش مرتاح أو قلقان وبياخد جنب وبياخد مسافة و... وبيختفي طبعا. تالت حاجة وهو الإرهاق النفسي، وده طبعا مش مرتبط بالطرف التاني بشكل مباشر، لا هو مرتبط بأن الطرف الأول بيكون عنده مشاكل كتير في الشغل، في حياته. المشاكل دي بتتراكم، بيبقى مرهق، ما بيبقاش عنده طاقة، فبيبتدي ان هو ينسحب، مش بس بينسحب من علاقته مع الشخص ده، لا من كل علاقاته التانية. وهنا بيكون الاختفاء مش عشان هو مش عايز يتواصل مع الناس، لا عشان هو مرهق وما عندوش اي طاقة للتواصل. رابع حاجة ان الشخص ده مش قادر ان هو يعبر عن مشاعره. في ناس كتير مش بتقدر تعبر عن مشاعرها بسبب مثلا التربية، او في مثلا ثقافات معينة بيكون فيها التعبير عن المشاعر مش جزء مهم من التربية. فالشخص ده بيحس ان هو مش مرتاح، بس مش عارف ان هو يعبر عن مشاعره، فبيقرر خلاص انا مش عارف اعبر، انا مش عارف اقول ان دي مش مرتاح، انا هختفي فجأة من غير ما اتناقش مع الشخص ده واقول له بالظبط انا ليه عايزة اختفي. ممكن كمان يكون بسبب الشعور بالذنب، لأن الشخص ده ممكن ما يكونش كان جد من البداية، ما كانش متأكد 100% قبل ما يدخل في العلاقة دي وكمل بس عشان يجرب. ممكن يكون فعلا في مشكلة حصلت في النص، بس عنده إحساس بالذنب وخايف إن هو يجرح الطرف التاني. فبيقرر إن هو يختفي، مش هو بيختفي مش عشان هو خايف من المواجهة، لأ عشان هو حاسس بالذنب اللي هيحسه لما إن هو يواجه الشخص ده. ممكن كمان تكون العلاقة دي ما كانتش قوية من البداية، يعني العلاقة دي ما كانش ليها أساسيات، كانت علاقة سطحية، ما كانش الطرفين ما كانوش متأكدين 100%. ومع الوقت لما بتتغير الأولويات، بيتعرفوا على بعض أكتر، بيحس الطرف التاني الشخص ده أصلا مش مهم جدا بالنسبة لي، الشخص ده ما فيش بينا علاقة قوية، فبيقرر إن هو يختفي لأن هو ده بالنسبة له أنسب حل في اللحظة دي. طيب إيه هو أثر الاختفاء المفاجئ أو الجوستنج؟ الإنسان عموما بيدور دايما على التفسير وعلى الأسباب، فلما شخص بيختفي فجأة بيفضل يسأل نفسه إيه هو السبب؟ أنا عملت إيه؟ طب أنا عملت حاجة غلط؟ طيب أقدر أعمل إيه عشان أصلح الموضوع ده؟ طب هو ممكن يرجع تاني؟ طب أنا هستنى الشخص ده؟ وبيفضل طول الوقت في دايرة التفكير دي، تفكير وإحساس بالذنب. طيب أنا ممكن أعمل حاجة تانية عشان يرجع لي مرة تانية.
في العلاقات الناضجة عموما مهم جدا ان يكون فيها وضوح، يعني الطرفين يقعدوا يتكلموا مع بعض، يتكلموا على المشاكل على العيوب، يشوفوا هل هو ممكن العلاقة دي تستمر ولا لا. لكن الاختفاء المفاجئ مؤذي جدا وبيأثر بشكل سلبي على الطرف التاني. في حاجات كتير وأسئلة كتير ملهاش إجابة وملهاش تفسير. النضج الحقيقي ان انت تقدر تتعامل معاها، وان انت تبقى عارف ان في حاجات هتقدر ان انت تتحكم فيها وحاجات مش هتقدر ان انت تتحكم فيها. ولو شخص معين قرر ان هو يختفي فدي غلطته هو مش غلطتك انت. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوع النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.